عمرك فكرت ازاي جسمك بيعرف انك جعان من غير ما حد يقول له؟ الموضوع هنا مش صدفه، دي لعبه هرمونات شغاله بدقه مرعبه. اول هرمون بيطلع اسمه الجريلين، وده الهرمون اللي المعده بتاعتك بتطلعه لما بتحس انك جعان. تحديدا بيطلع من الجدار بتاع المعده بتاعتك ويبعت على طول اشاره للمخ يقول له اكلنا بقى يا عم. والمخ بتاعك بيوصل له الاشاره ويوصلها لحته اسمها الهايبوثالاموس او تحت المهاد، والمنطقه دي بتبدا تشغل مركز الجوع عندك في المخ وتبدا تحس انك جعان. بس اكيد جسمك مش سايب نفسه كده، لان لو الجريلين مسكك بس مش هتبطل اكل. في هرمون تاني بيطلع بيعمل عكس الوظيفه اسمه الليبتين. هرمون الليبتين اللي بيتفرز لما انت تخلص اكل ويقول للمخ بتاعك خلاص احنا شبعنا، فانت كده عرفت الهرمونين المتحكمين في الجوع والشبع، الجريلين للجوع والليبتين للشبع. هجاوبك دلوقتي على سؤال بقى من الاسئله اللي انت اكيد سالت نفسك قبل كده عليها: ليه لما بتنام بتقوم جعان؟ النوم القليل بيحفز جسمك انه يطلع هرمون الجريلين فتصحى وانت عندك الرغبه في الجوع، وللاسف لما بتنام قليل بتجوع اكتر وبتاكل اكتر وبتزيد في الوزن. زيادتك في الوزن ممكن تعمل لك توتر فتخليك ما تعرفش تنام كويس، فتنام قليل وتجوع اكتر وتخش في حلقه مغلقه مش هتطلع منها سليم. وبس كده، اعمل شير بقى وابعت الفيديو لاي حد كان فاكر الجوع عباره عن اراده. قول له لا، الجوع دي لعبه هرمونات.